السلام عليكم. انا رجعت معكم فيديو جديد لعشاق الشوكولا. كما كتشوفوا اليوم غادي نعدل معكم هذه التحليه الصراحه اللي كتجي رائعه. ما كنستغناش عليها الصراحه. بالنكهه الشوكولا. بقاو مع مكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات ديالها صراحه سهله. كما عاد تشوفوا معايا غادي نحتاجو هنايا نصف لتر د الحليب. كما تشوفوا عندي هنايا في كاسرونه، وغادي نحتاجو معاه واحد 2 معالق السكر او السكر على حسب الذوق، وعندي هنايا 2 معالق النشا او المايزينا. كما تشوفوا معايا غادي نخلط مكونات مع بعضياتهم، ديك النشا والسكر مع الحليب، ومن بعد غادي نزيد ديك فلون الشوكولات كما كتشوفوا معايا، اولا د الفاني اولا اللي متوفر عندكم. المهم انا اليوم بغيت نعدل هذا الشوكولات، صراحه كيجي مزيون وكيجي لذيذ. كما شفتوا معايا خلطت كلشي مع بعضياته في هذه الكاسرونه، ومن بعد غادي نرجعوها على بوطه حتى كتعقد الخليط. يعني كيبدا يغلي الحليب وكيعقد الخليط، ولكن مع التحريك المستمر كما تشوفوا معايا. من بعد ما عملتو على البوطه يعقد غادي ندوز للمرحله هذه. بالنسبه عندي هاد الكويسات غادي نعمل فيهم هاد البسكوي هذا اللي هرستو شويه كما تشوفوا معايا. هاد البسكوي بنكهه الشوكولات صراحه كيجي مزيون في هاد التحليه هذه. صافي عملته في القاع ديك الكويسات كما تشوفوا معايا. انا نصيت الحليب يعني خرج لي 3 كويسات. صافي عملته هو الطبقه الاولى، والطبقه الثانيه غادي نخوي فيها هذا الخليط هذا اللي كان على بوطه. هنا زدت له هاد دان الشوكولات كما تشوفوا معايا. الا ما كانش متوفر عندكم هاد داني الشوكولات بامكانكم تزيدوا 5 طريفات الشوكولات، يعني الشوكولات الحلوى، وتخلطوا مكونات مزيان مع بعضياتهم كما كتشوفوا معايا في الصوره. ومن بعد غادي نضيفوهم على ديك الكؤوس اللي غادي نقدموا فيهم. واللي ما كتعجبوش النكهه الشوكولات بامكانه يعمل النكهه الفريسه، يعني فلان يبدل الشوكولات يعمل فريسه اولاد الكراميل اولاد الفاني اولاد البنان. المهم اللي متوفر عندكم، اللي متوفر يعني عدلوه واللي كيعجبكم. بالنسبه لهذه انا كتعجبني الشوكولات الصراحه، وحتى العيال صغارين كتحمقهم يعني كيحماقوا على هذا الشوكولات. صافي هنا من بعد ما عمرت هاد الكويسات غادي نخليهم جانبا. غادي نحيد لهم ديك الفقاعات كما كتبان لكم في الصوره، غادي نحيدهم هكذا بمعلقه، غادي نخليهم حتى يبردوا. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري كما تشوفوا معايا. زينته بشويه د البسكوي وطريف د الشوكولات، وانتوما اللي متوفر عندكم تزينوه، يعني تزينوه به. ولا ما كانش يعني شي حاجه خليوها غير هكذاك، صراحه كتجي مزيونه ما تقوى كلشي. صافي هنا كيكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.